السلام عليكم. شلونكم عيني؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. شكرا جزيلا على كل اللي دخل القناة وعلق وخلى لايك وشاف الفيديو، بس ارجو منكم فضلا وليس امرا الاشتراك بالقناة. انتو تشوفون الفيديو بس مدى تشتركون، ان شاء الله توصلوني لل1000 المشترك ان شاء الله، وانتو قدها وقدود. هسه نجي على طبختنا البسيطة اللي عودتكم عليها. أنا طبخاتي كلها بسيطة وعلى قد الإيد. اليوم راح نسوي كفتة بالبوتيتا. ايش راح تحتاجين؟ بوتيتا، بصلاية للحمس، بصلاية تبرشيها على اللحم، وسن ثوم. هذا السن ثوم اختياري بكيفك، تريدين تخليه تريدين ما تخليه. وبهارات كفتة، عندك بهارات قص خلي، تريدين ثوم باودر خلي، بصل باودر خلي، بابريكا، اللي البهارات اللي تعجبك وتريحك خليها. واقل من نص ربع لحم. هذا اقل من نص ربع لحم. تريدين ما يعجبش لحم، ثرمي دجاج، اصدر مال دجاج ثرميها وخليلها شويه ليه. شوفي انا ايش قد خاله ليه، شويه ليه خاله. خلي شويه ليه نفس النتيجه ونفس الطعم اللي يريحك انتي سوي، وبألف عافية. هسه ان شاء الله اسوي المواد وارجع لكم. هسه هنا عندي البوتيتا، راح اثرمها مكعبات بهاي الطريقة. صلوا على النبي، اللهم صل على محمد وآل محمد. بهاي الطريقة ثرم مكعبات. اثرم الباقي وارجع لكم ان شاء الله. هسه هنا راح احمس هذا البصل، ثرمته وخليت عليه خاشوقة دهن. احمس البصل باذن الله وارجع لكم. سهلة، طبخة سهلة وبسيطة وعلى قد ايدك، ان شاء الله تعجبكم. هسه بين ما يحمس البصل عندي راح اسوي ابرش البصل والثوم. هنا راح ابرشه للبصل ناعم. هسه هنا برشت البصل بهذه الخشنة، راح ابرش الثوم بهاي الناعمة. وهذا الثوم اختياري، تحبيه خليه، ما تحبيه لا تخليه، بكيفك انتي حبيبتي، اللي يعجبش سوي. انا مجرد فكرة دا انطيكم، وهسه تجربوها وتشوفون الطعم ان شاء الله. هذا الثوماية سن ثوم هو واحد لا اكثر، ثرمته ناعم واذبه على البصل واللحم. هسه هنا راح اخليه خاشوقة كوب بهارات كفتة. انتي تقدرين ثوم باودر اذا عندك، ما عندك بهارات كفتة ما لازم. ثوم باودر، بابريكا، فلفل اسود، تريدين على قد السن الثوم براحتك انتي، اللي عندك البهارات خليها، لا تتقيدين بحاجة واحدة. وهاي راح اضيف شوية خاشوقتين اكل طحين، بس خاشوقتين اكل طحين. هسه اجيب الملح، اخلي ملح. هسه هاي شوية ملح لان اني عندي اللحم قليل، لا تخلي الملح هواي ترى يظهر بيها الملح اكثر من اللازم. وهاي راح اعجنها عجنة زينة. هذا اقل من نص ربع لحم. شوفي حبيبتي، اقل من نص ربع لحم، واحنا 3 نفرات بالبيت، فانتي حسب عائلتك، شوفي ايش قد عائلتك بكيفك سوي. هاي عجنته. هسه راح اكوره، اسوي دوائر وارجع لكم ان شاء الله. هنا عندي خمس البصل، 5 زينة، راح اضيف عليه البوتيتا. هاي البوتيتا مالتي تحمس شوية وياه، واضيف لها مي. ما اضيف هسه المعجون، راح اضيف مي تنسلك بالمي، يلا اقدر اضيف المعجون. هاي
تحمس شوية وأرجع لكم إن شاء الله. بهاي الطريقة تحمس شوية، تمسيها لا هواية. هسه راح اضيف ماي على قد ما يغطيها. شوفوا حبيبتي على قد ما غطاها هذا ماي. هسه ان شاء الله تفور وارجع لكم. هسه شوية ابلل يدي، اخذ شوية من اللحم احنا نحبها بهذا الحجم. انت الحجم اللي تريديه سوي، هذا حجم وسط، لا كبيرة ولا صغيرة. انت الحجم اللي تحبيه وتريديه سوي. وقلت لك بالمواد اللي عندك، ما تريدين لحم سوي ثرم دجاج وسويها بالدجاج، كلش لذيذة تصير. شوفي حبيبتي نفس الطريقة تقدرين تسويها بالدجاج. وهسه شوفي شلون تطلع بركة عندك. من لحم قليل تسوين طبخة كاملة متكاملة. وهسه ان شاء الله تجربوها وتذوقون الطعم. وصلوا على النبي محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. هسه اسوي الباقي ان شاء الله وارجع لكم باذن الله. هسه هنا عندي الكوتية اللي تنسلق. هاي الكوتية تحولناها على هاي العين. هسه نخلي الطاوة مالتنا على هاي العين. راح نقلي الكفتة. راح اضيف شوية دهن، خاشوقة وحدة دهن، ما تحتاجين هواية دهن. انا اخلي دهن على الود لا تلزق بالطاوة. هي تشوفيها طاوة سيراميك بس هم نوباتي تلزق بيها، بس الدهن يخليها ما تلزق. اذا تخلين زيت راح تلزق الكفتة بالطاوة. هسه يحمى الدهن ان شاء الله وارجع لكم. هسه عيني شوفوا هاي كمية الكفتة طلعت لي خير وبركة ونعمة، من نص ربع لحم هاي الكفتة طلعت. هسه راح اقليها. بسم الله الرحمن الرحيم. بس تاخذ لون، ما اريد اني تستوي لين راح تستوي بالمرقة، بس تاخذ لون عندي. اقلبها على الجهتين واطلعها من الدهن. هسه ان شاء الله تستوي وارجع لكم. شوفوا عيني هاي الطاوة الغالية، شوفوا شلون لزقت بيها. هسه اشوفكم هاي الطاوة شلون راح تقلي الكفتة. هاي الطاوة المحكوكة، شوفوا هاي الطاوة وشوفوا هاي الطاوة. هسه انتوا الاثبات عندكم. شوفوا هاي شلون طلعت لي الكفتة، شوفوا كلها لزقت بالطاوة ورغم خليت لها دهن. هسه اشوفكم هاي الطاوة الحبابة شلون تطلعها. شوفوا عيني، شوفوا شلون جمال. لهذا أنا ما ذبها. شوفوا قد جبت طاوات، عادة هاي ما استعمل لا بالبيض ولا بالكفتة، بس خاف تقولون الطاوة مجلغة شوفوا هاي الكفتة بهاي الطاوة. نجي على هاي الكوتيتة. هسه عندي الكوتيتة انسلقت نص سلقة، احنا نريدها تذوب الكوتيتة، يعني من تاكليها ذايبة بالحلق. هسه راح تخلين خاشوقتين معجون. هاي الطريقة خاشوقتين كبار، تريدين تخلطين طماطة وتذبيتها هاي شي يريحك، بس احنا الموجود هسه المعجون اسهل شي. هسه ان شاء الله اجيب مي وارجع لكم. هنا نضيف مي. انا عندي الكوتيتة مستوية، على قد ما يفور المعجون ويصير طعمه مرقة يلا اطفيها. هي يراد لها ربع ساعة فور بس لا اكثر.
بس على قد ما يستوي المعجون. هاي عيني ملح وهذا الشكر. هاي المرحلة هي تكوين الكفتة. شوفوا عيني، هاي الطاوة اللي تقول انتم ما عليكم بالمظهر، عليكم بالجوهر، لأن المظاهر دائما خداعة. شوفوا عيني، هاي الطاوة تثبت لنا انه المظاهر دائما خداعة. هسه بهاي المرحلة قريب ما تستوي الكوتيتة نذب الكفتة 10 دقايق. 10 دقايق طفين عليها لأن هي أصلا متقلاية مستوية. هاي الطريقة. هسه شوية احنا نحب المرقة ثخينة، هسه تثخن عندي إن شاء الله وأرجع لكم. هسه هذا الثخن عيني، هاي عندي هنا هسه لحقت الكفتة. شوفوا عيني هاي الطريقة، يعني الريحة والطعم ولا أروع. جربوها وانطوني رأيكم بيها إن شاء الله، تجربوها وسهمكم العافية. شوفوا عيني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي عيني النتيجة النهائية. شوفوا عيني، إن شاء الله تجربوها وتجربون الطعم وسهمكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.